منذ أكثر من 3 سنوات وسوريا تصرخ في وجه المجتمع الدولي بأن هناك دول وحكومات في العالم تقوم بدعم المجموعات الإرهابية لسفك دماء. حجج وتلاعب بالكلمات، سياسة انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية للتغطية على جريمتها في دعم الإرهاب وخرق القوانين الدولية وانتهاك حقوق الإنسان. واليوم، وبعد تداعي مشروعها الاستعماري الدموي في المنطقة نتيجة الصمود السوري، كشفت عن وجهها وأعلنت صراحة ودون خجل أنها قدمت الأسلحة الفتاكة للمجموعات الإرهابية في سوريا لإراقة المزيد من الدماء. إن الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت أكثر من 1.7 مليار دولار في هذا الصدد. لهذا السبب قد زادت أمريكا من دعمها للمعارضة السورية عن طريق تقديمها للأسلحة الفتاكة وغير الفتاكة بقدر المستطاع. اعتراف الإدارة الأمريكية والذي جاء على لسان سوزان رايتس مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي باراك أوباما يؤكد تورط واشنطن بشكل واضح وجلي وتحملها مسؤولية أرواح آلاف السوريين الذين ذهبوا ضحية جرائم المجموعات الإرهابية. التصعيد الأمريكي والكشف عن وجهها للعلن ليس بالغريب على السوريين الذين يعلمون جيدا مدى الدعم الأمريكي للإرهاب، وخاصة بعد وصول طائرة أمريكية إلى مطار المفرق الأردني وهي محملة بأسلحة فتاكة بغية إيصالها للإرهابيين داخل سوريا في أعقاب تصديق الكونغرس الأمريكي بشكل سري على تمويل شحنات أسلحة للمجموعات الإرهابية في سوريا. مراقبون يرون أن التصريحات الأمريكية وتصعيدها يأتي بعد انهيار المجموعات الإرهابية معنويا وماديا جراء الضربات القاسمة التي تتلقاها على يد الجيش العربي السوري وصمود الشعب السوري وحفاظه على وحدته، والذي وجه صفعة لأعدائه عبر إنجاز الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية وتجديد هذا الشعب لمواقفه الداعمة للثوابت الوطنية ومحاربة الإرهاب وإفشال العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وعملائها على سوريا.